هذه القصيدة في وصف السحاب، وإحنا في إحدى طائرات الخطوط بنزل ترانزيت في الجزائر عام 1403. دامك شباب أنت كل يوم. إيه ولا زي شباب. البر هو البر غير صحيح. أقول يا صاحبي هل أنت تبصر ما نرى؟ إنا هنا بين الثريا والثرى، فسحابة بيضاء ترقد تحتنا ملأى بماء فيه إحياء الورى، فكأنما جمع السحاب إذا بدا من تحتنا شم الجبال لها الذرى. صفوا لنا جو السماء وغيرنا غيم عليهم، والسحاب قد امطرى يبكي السحاب على الجزائر تحتنا، والشمس ترقب ما يدور وما جرى، فشعاعها يا صاحبي لا يختفي عنا، وعن أهل الجزائر أزورا، والريح تعصف بالسحاب تسوقه، والبرق ينذرنا ورعد أهدر، والجو معتكر ونحن بطائر من معدن، هل في المعادن من ذرى؟ طورا يعانقنا السحاب ونختفي بجوفه، كالمرء يلبس مئزرا، حتى فقدنا أن نرى من أرضنا شبرا، وحال سحابها ألا نرى. كانت دقائق والسحاب يلفنا مستغربا من معدن لا يحذر، حتى خرجنا من سحاب كالدجى والأرض خلناها، فكان المنظر يا صاحبي هل كان أحسن منظر للأرض من فوق السحاب أما ترى؟ لله أرض بالحجاز عزيزة في النفس، طوبى للحجاز من الثرى، لهفي عليها والفؤاد بأرضها، هل خلت من ترك الفؤاد فأقفر؟ سلام. نبي من الحق ابو لا مناسبة القصيدة. مناسبة القصيدة اني كنت مسافر ترانزيت وبتوقف الطيارة في مطار الجزائر، وكان جنبي رجل وزير سنغالي اسمه الحاج مالك لوح. نعم. تبادلنا الحديث من مطار جدة لين وصلنا هنا، وحينما مررنا بربط الأحزمة استعدادا لهبوط مطار الجزائر قال لي لو رأى المتنبي هذا المنظر قل لنا بيتين شعر، فكانت هذه القصيدة. جزاك الله خير. جزاك الله خير. وإياكم.